اوعي كده هرقص معاكم هنا، انا جاي افرح لاختي. زعلانين ان انا جيت؟ ها؟ جبت لكم العار. ها؟ مصطفى عشان خاطري انا عايزه اتجوز. انا عديت ال30. عروسة في سن ال30 يوم خطوبتها حصل لها من اخواتها واهلها اللي محدش يتوقعه. يا ريت قبل ما نبدأ احداث القصة كلنا نصلي على النبي. يلا يا حبيبتي، المعازيم بره عايزين نقرا الفاتحه. حاضر 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 يا بابا، اديني بس ثواني بس بظبط نفسي. بقول لك ايه يا بابا، هو انا كده شكلي حلو ولا ازود ميك اب بس؟ زي القمر، يلا بقى. طيب خلاص حاضر حاضر. روح حضرتك وانا جاي وراك على طول. ايه انت خضتني؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي افرحك يا حبيبتي مبروك. لا 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 مفيش الكلام ده خالص. اوعى تطلع من اوضتك، ما ينفعش العريس يعرف ان انا عندي اخ اهبل. يلا اخفي من قدامي، اخفي من قدامي، روح اوضتك ما تطلعش منها. عبدو استعد لاختك. يلا يا بنتي الناس مستنيه بره. حاضر حاضر، خلاص خلاص انا جايه. يلا يلا يلا. اتفضلي يا عروسه. حاج طبعا انت عارف ان انا اخو الصغير، وشرف لينا ان احنا ناخد بنته. طبعا شرف لينا، واتمنى ان حضرتك توافق يعني على الجوازه دي. بص يا ابني، انت ابن الحاج متولي الغالي الله يرحمه، واحنا نتشرف بيك. نقرا الفاتحه. موافقين نقرا الفاتحه. مبروك. ايه ده؟ مبروك ايه ده؟ مين يا ده؟ عريس. مين ده يا جماعه؟ في ايه؟ ده اخويا بس تعبان شويه. انا مش تعبان، انا عبيد. اهدى شويه. الله يبارك فيك، شكرا. يلا فلوس فلوس، يلا 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 روسي روسي يا روسي، مبروك يا روسي. ايه روسي روسي، انت اسمك ايه؟ انا محمود. اخوك عسل قوي محمود. عسل يا انا عسل يا عروسة، عسل. البركة دي طبعا يا بنتي. طبعا لا ادخل على الاوضه جوه. يا بنتي اني هرقص عريسة. مبروك. عسل ده عسل. شويه كده وهنرقص. يلا يلا. الخطوطة هنجيب. متصلش حاجه، عادي عادي. فرح اختي شغال. الضحك ايه؟ انا هرقص معاكم. هروح فين؟ روح قبل ما تنزلي ايديك من عليا. ربنا فرحتكم. يلا عشان خاطري انا اخوكي. انا ابنك. ما هي اختك بابا، هي اختك. فضحتنا كفايه فضايح بقى وسط الناس. اوعي كده، رايح فين يا ولد؟ اوعي كده هرقص معاكم هنا، انا جاي افرح لاختي. زعلانين ان انا جيت؟ ها؟ جبت لكم العار. ها؟ وانا كنت واخد منكم قدوه يعني؟ كلكم كدابين ب100 وش. كل همكم بس كلام الناس. اوعى ترجع بالليل متاخر الناس تقول عننا ايه. وطي صوتك الناس هتسمعنا. واكتم في نفسي واسكت والبس وشوشكم عشان الناس لحد ما بقيت مسخ. بني ادم فاضي من جوه، تابع لاي حد عديم الشخصيه.
خوفكم الزايد عليا خلاني اعمل اي حاجه غلط وصح من وراكم. تهزئكم ليا قدام صحابي هو سبب انعدام ثقتي في نفسي. انتوا عاوزين اكون ايه؟ زي ابن عم الظابط اللي اتخرج من الكليه اللي كان بيحلم بيها. انما حلم انا وشغفي مش مهم. ادفنوه في التراب ودوسوا عليه. مصطفى عشان خاطري انا عايزه اتجوز. انا عديت ال30، كفايه فضايح. ارجوك يا مصطفى عشان خاطر اختك. انا بحبك على فكره وجاي فرحان يعني، ما تفكريش ان انا مش عايزك تتجوزي. هقول لك على حاجه دلوقتي عشان خاطر امك حبيبي. روح دلوقتي مع اصحابك اقعد معاهم وانا وحياتك لا هقول لك رحت فين ولا جيت منين، بس خلي النادي تعدي يا اخويا على خير. خد دي وروح شوف انت هتعمل ايه. وانا بص مش هسيبك تاني ابدا ولا ازعلك تاني ابدا، بس خلي اخويا النهارده ليه مصممه تمشيني في الطريق ده؟ انا كويس على فكره. اسمعني وطي صوتك، كفايه فضحتك. اوعي بقى، انت اللي وصلتيني لكده، مش انت بس، كلكم وصلتوني لكده. مين ده يا حاج؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ مصطفى كفايه بقى اللي انت بتعمله، حرام عليك. بقى كفايه بقى، سيبيني امشي اطلع بره. اعرفكم بنفسي. جينا غلط ولا ايه؟ انا ابنهم، ابنهم اللي بيستعروا منه. بيقولوا عليه مدمن وبيقولوا عليه فاشل، بيقولوا عليه ملوش اي 30 لازمه في الحياه. صح، ما هو محدش فينا بيختار اهله للاسف. تردش ليه؟ مش عارف تقول حاجه، بس انا اظن ان انا بقيت كبير بالقدر اللي يخليني اصلح حياتي اللي انتوا بوظتوها بسبب تربيتكم الغلط ليا. منور يا استاذ. احب اعرفك بالعيله المحترمه، الاب اللي سالت ايده والام اللي سايقه، والاخت اللي ما بتحبش غير نفسها، اللي كل يوم بتيجي على اخوها الغلبان، واخويا الصغير اللي بيتحط له مصروفه تحت المخده لدرجه انه وصل بيه الحال ان البنات تضحك عليه ويقلبوه. مش صح ولا ايه؟ مش صح ياما الكلام ده؟ ايه ياما ما بتردش ليه؟ انضف واحد موجود هنا في البيت يا محمود. مصطفى مصطفى يا حبيبي. ده بقى اطيب وانضف حد موجود هنا في البيت. ما بيعرفش يكذب، ما بيعرفش ينافق، ما بيعرفش يعاكس بنات، ولا بيعرف يسلت ايده. بره بلاي ستيشن. انت دلوقتي ليك الاختيار، يا تتجوزها ونخلص من عنوستها، يا تتوكل على الله. انا هنزل دلوقتي اجيب عشاء لاخويا. حبيبي حبيبي يا حوده، كملوا فرحتكم بص. العب يلا يا حوده، ارقص لاختك، افرح لها. هيا يا حوده، هيا فرقص يا حوده، عريس اختك اهو. مصطفى يا حبيبي مصطفى. كملوا فرحتكم. ما تزعليش مني يا امي، حقك عليا. انا عارف ان بعد كل اللي حصل ده هطلع قليل الادب وما اتربيتش. انا فعلا ما اتربيتش. حقك عليا يا غالي، حقك عليا، حقك على راسي من فوق. والنبي ما تزعل مني، خليك معايا ما تسيبناش، وانا هعوضك عن كل اللي فات. حقك عليا يا نادر، حقك عليا انا، حقك عليا. انا مش زعلان. ما تزعلش مني يا مصطفى، هعوضك عن كل حاجه، هعوضك عن كل اللي فات يا ابني. حقك عليا. واضح كده ان الموضوع مش نافع يا حاج. انت عندك عيل عبيط والتاني مدمن والتاني بتاع بنات. احنا جينا في البيت الغلط يا احمد. كده يلا بينا. يلا يا عم اوعى بقى رفتنا كلكم على بعض. التفكك الأسري في مجتمعنا العربي انتشر بشكل كبير جدا. كل واحد بقى عايش حياته على مزاجه. لا يا جماعة، لازم نقرب لعيالنا ونخليهم أول اهتماماتنا، ونبعد شوية عن الموبايل والإنترنت، ونلم شمل العيلة زي زمان.
مما لا شك فيه ان الموضوع ده مهم جدا جدا. يا ريت نوصل الرسالة لأكبر عدد ممكن من الناس. اعملوا شير، شجعونا نكمل وشجعونا على فعل الخير، ونوصل الفيديو ل20,000 لايك. اللي ينفذ يصلي على النبي ويكتب تم في الكومنتات.